انا ما فيش مشكله بيني وبين الكابتن شوبير، اوكي، ولا في ليا اي مشكله ليا معاه اطلاقا. ولما بتيجي في سيرته او بتيجي سيره مصطفى شوبير انا بدي كل واحد حقه، وهفضل اقول سالوني على مصطفى شوبير قلت لهم افضل من ابوه. قرأت التصريح. حلو الكلام. نعم. وانا واحد من الناس بحب مصطفى شوبير، من الحراس، بس يبدو في شيء مع من الحراس مع احمد شوبير. لا استنى بس، من الحراس ما انت عايزني بقى اتكلم بقى، سيبني بقى اتكلم والنبي عشان نفي الحته دي. انا من طبعي مصطفى شوبير انا بحبه كحارس لانه هو غير ابوه، هو هادي مركز موهبه حارس مرمى على مستوى، وهياخد فرصته في الوقت يعني اللي جاي. محمد الشناوي من الحراس مرمى اللي انا بقولها لك قبل كده، قعدوا يقولوا في بيني وبينه مشاكل وانا كنت مدرب منتخب. انا علاقتي بمحمد الشناوي فوق ما حد يتصور، وهو على طول احنا حتى لو في اي حاجه بياخد قرار بيسالني فيه. شوف وصلت لحد فين. طيب نوصل للكابتن شوبير. انا لازم ارد على الكابتن شوبير. لما الكابتن شوبير يطلع في برنامج ويتكلم وينتقدني، ما انتقدك. لا انتقد في حاجات كتير. اللي يضايقني ان انت تبقى موجه، اللي ينتقدني ان انت ما ترفعش السماعه وتكلمني وتسالني، اللي ينتقدني ان انت بتطلع بتدافع عن حاجه تانية والحضري. شوبير موجه كذا. مش دعوه، انت دلوقتي عايزني همشي في كل حاجه معاك في كل حاجه، في 3 حاجات هجاوبك عليهم. دي اول حاجه، العلاقه اللي بيني وبينك انا ما فيش بيني وبينك مشكله خالص اطلاقا. كان في بيني وبينك تنافس شريف، كان بيني وبينك منافسه في الملعب، انت عايز تلعب انا عايز العب، الحمد لله ربنا كرمني. حلو، حطها في جنب دي. حته ان انت تطلع تتكلم بالارقام عليا، ان انت بالارقام وبكل حاجه، اوكي انت قلتها يا كابتن شوبير، وانت بشكرك ان انت قلت كده، انه الحضري بالارقام افضل لا حارس. مفيش حاجه اسمها بالارقام ولا ايش؟ لا بالارقام وبالمستوى. انت تعتبرها نقد؟ لا بالارقام وبالمستوى. ليه؟ يعني انت افضل انا لو انا شوبير. مش مستوايا وحش كنت هاخد الارقام، كنت هحقق بطوله. يعني انت احسن من شوبير كمستوى؟ كمستوى وكارقام افضل من شوبير؟ قلت لك كمستوى وبالارقام، ومش الكابتن شوبير بس لوحده، ولا كل الحراس، نادر السيد، كل الحراس، كل حراس مصر، كل حراس مرمى اللي ثابت هيجي البطل، اللي هيجي واللي راح واللي راح. يا راجل.